السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدتكم هذا الفيديو راح تكون إجابة على بزاف أسئلة اللي جاوني حول موضوع معين، هو هل المرأة اللي عندها السكر رقم واحد، يعني المرأة اللي عندها السكر تاع الانسولين، تقدر تجيب دراري ولا لا؟ نفضل نجاوب مباشرة باللي تقدر تجيب دراري عادي. هل الحمل راح يكون خطير عليها؟ لا، الحمل ما يكونش خطير عليها ويجيب دراري نورمال. وهل هذا السكر ينتقل بالوراثة؟ يعني مادام عندها هي السكر الدراري راح يجوا عندهم السكر؟ الإجابة هو أنه ماشي خاطر هي عندها السكر الدراري راح يكون عندهم السكر. كاين بعض النسبة قليلة وين يقدر يكون، بصح ماشي معناتها بالضرورة هي عندها السكر يعني ولادها راح يخرج عندهم السكر. هذه فضلت الإجابة مباشرة باش نكونوا واضحين. كما قلت لكم، هل الحمل يكون خطير؟ نو، ما يكونش خطير عليها هي، يعني على صحتها ولا نو، تدير الحمل تاعها عادي مادام ما عندهاش مضاعفات واحد اخرين ولا كاش حاجه، ولا لا يكون الحمل تاعها عادي كما هي كما الناس. وماذا بيا نوه ثاني بلي كاين بعض النساء اللي ما عندهمش السكر من قبل كاع، بصح لما يكونوا حوامل يجيهم السكر تاع الحمل، اللي هما ثاني مضطرين نمدوا لهم الانسولين. علاش نمدوا لهم الانسولين؟ لان الادويه الاخرى تاع السكر هي ممنوعه لما تكون المراه حامل. ما عندناش بزاف الادله بلي ما يضروش البيبي، ولاننا متاكدين 100% بلي الانسولين ما تضرش البيبي. اذا المراه اللي يكون عندها السكر رقم واحد اللي دير الانسولين تقدر تجيب دراري عادي. الحمل هذا ماهوش يكون خطير على صحتها هي زعما مباشره، وما ينتقلش بالوراثه دائما. ما نقولش بلي ما ينتقلش كاع، بصح ماشي دائما ينتقل. لا ماشي هكذاك، ماشي معناتها الف زائد ب يساوي تا، نو. دوكا هل الاجراءات اللي لازم تتخذهم زعما في مده الحمل هما اجراءات صعيبه؟ الاجابه بكل بساطه هم نفس الاجراءات اللي كانت تتخذهم قبل ما تكون حامل. يعني لازم تقيس السكر تاعها قبل ما دير الانسولين تاعها، ولازم تضبط النسبه تاع السكر تاعها على حساب القياس هذاك وعلى حساب واش راح تاكل. الحاجه الوحيده اللي تختلف هو انه السكر على الفراغ لازم يكون تحت 0.95، ماشي كما كانت قبل الحمل تحت جرام و20، ولازم يكون بعد الماكله يعني ساعتين من بعد تحت جرام و20، ماشي تحت جرام و80 كما كانت قبل الحمل. ومام هذه اللي نهضروا عليها ما راحش تكون صعيبه بزاف. علاش؟ لانه لما تكون حامل الجسم تاع المراه لما تكون حامل وحده ياكل بزاف الجلوكوز، ياكل بزاف السكر هذاك، يعني ما راحش يطلع بزاف. يعني كاين الناس اللي ينقصوا لا دوز ماشي يزيدوها، يعني الجرعه هذيك تاع الانسولين تنقص مع ملي كيبدا الحمل ماشي تزيد. الان باش نكونوا واضحين، واش هم زعما المضاعفات اللي راح يكونوا لما السكر هذا ما يكونش متوازن؟ يعني لما يكون فوق 0.95 في عود جرام و20 ولا جرام و30 قبل ما تكون حامل، يعني ولا جرام و20 في عود جرام و80 ساعتين بعد الماكله، يعني بعد ما تاكل ماكله تاعها تقيسها بزوج سوايع. الحاجه الاولى القياس هذاك راه كان كاين ما قبل ما تكون حامل، والضبط يعني تسقان تاع لا دوز تاعها تاع الجرعه تاعها كان كاين ثاني قبل الحمل. علاش نزيروها 0.95 وعلاش نزيروها على جرام و20؟ باش نتفاداو المضاعفات اللي يقدروا يكونوا عند البيبي لما السكر ما يكونش مضبوط. لي معظم هذه المضاعفات هما نفس المضاعفات اللي يكونوا عند النساء اللي ما عندهمش السكر من قبل واللي يجيهم السكر تاع الحمل. واش هما هذه المضاعفات؟ الحاجه الاولى لما السكر يكون ماشي متوازن، وانا ناكد عليها بالمضاعفات هذو لما يكونوا غير لما السكر يكون ماشي متوازن، هو انه البيبي يكون كبير بزاف في الحجم، يعني لازم يزيد سيزاريان، ولا لو كان يزيد نورمال يقدر يدير مضاعفات في الزياده تاعو، يقدر يصير له كاش اعاقه ولا حاجه ثانيه. هو انه هذا البيبي لو كان السكر يطلع بزاف لما تكون المراه حامل كاين خطر وين يقدر البيبي يموت، نفس الخطر اللي كان عند المراه اللي كان عندها السكر من قبل ولا المراه اللي جاها السكر اثناء الحمل. الحاجه الثالثه هو ان البيبي لما يزيد يقدر السكر يحبط له سوا مور ما يزيد. الا حبط له سوا مور ما يزيد، علاه؟ خاطر البيبي هذاك راه مورف بلي السكر طالع بزاف عند المراه اللي يكون عندها لما يكون ماشي متوازن. بنتفاهموا هذو المضاعفات اللي قلت عليهم كاع يكونوا كاين لما السكر ما يكونش متوازن. معليش، قلنا باللي البيبي لما يزيد يقدر يحبط له السكر سوا موراها، خاطر مولف بالسكر طالع عند يماه، يعني يفرز الانسولين تاعو بزاف غير يزيد ما كاش السكر هذاك يولي يهبط له.
اذا وشنو المضاعفات اللي كاينين عند النساء حوامل اللي كان عندهم السكر من قبل، كانوا يديروا الانسولين قبل ما يجيبوا البيبي هذاك، ولا عند النساء اللي جاهم السكر اثناء الحمل تاعهم اللي يسموه السكر تاع الحمل، اللي يكون عند نسبه معينه من النساء الحوامل اللي من قبل ما كانش عندهم السكر. واش المضاعفات هذو اللي كاين عندهم بين زوج؟ هما انه البيبي يقدر يزيد بزاف في الحجم ولازم تجيب سيزاريان، سينو لو كان يزيد نورمال يكون عنده مضاعفات. الحاجه الثانيه يقدر لما السكر يطلع بزاف اثناء الحمل يقدر البيبي يموت. الحاجه الثالثه يقدر لما يزيد البيبي تصرى له مضاعفات لانه كان موالف السكر طالع بزاف ولا له السكر ماشي طالع. الان علاش حنايا نصروا على نساء اللي يكون عندهم السكر رقم واحد؟ نقول له لازم السكر تاعك يكون مضبوط، لازم السكر تاعك يكون متوازن قبل الحمل، لانه في حالات قليله لو كانت تطيح هذيك المراه حامل ويكون السكر تاعها ماشي متوازن مع الاول وهي الاخبر باللي راهي حامل، يقدر يكون منين ذاك تشوهات عند الجنين. الان نعاود نذكر وشنو المضاعفات زعما هذول يقدروا يكونوا كاع لما يكون السكر عند المراه الحامل، اذا كانت حامل عندها السكر مقبل ولا ما عندهاش. هما البيبي يزيد في الحجم، لازم له سيزاريان، يزيد بزاف يولي 4 كيلو 5 كيلو، يقدر البيبي يموت لو كان يطلع السكر بزاف على ضربه في مده الحمل، ويقدر البيبي يحبط له السكر ويصير مضاعفات بعد ما يزيد اذا كان السكر غير متزن. دوكا هذا المضاعفات اللي قلت عليهم ما لو كان يكون السكر ماشي متوازن وماشي كاع لي بيبي اللي يديرهم، هذه واحده. الحاجه الثانيه لما يكون السكر متزن تقيسه من قبل وتضبط لا دوز والجرعه تاع الانسولين تاعها هذيك باش يكون السكر على الفراغ تحت 0.95 وساعتين بعد الماكله تحت جرام و20، هذه المضاعفات راح ينقصوا بزاف. هذا هو الهدف تاع التزيار تاع السكر. الحاجه الثالثه هو انه المراه اللي عندها السكر ما قبل ما يجيها الحمل هذا كومبلي، يعني السكر رقم واحد، يعني اللي يدير الانسولين بلا حمل بلا حتى حاجه، لازم السكر تاعها يكون مضبوط ومزير، يعني يكون على الفراغ تحت جرام 20 جرام و30، بعد الماكله تحت جرام و80 زوج. بون بيان سور مره لو كان يطلع هذيك ما نديروش عليها، احنا نهضروا على الحاله العامه، يعني الخزان تاع السكر لازم يكون تحت 7%. يعني القياس تاع السكر في معظم الاحيان على الفراغ تحت جرام 20 جرام 30، القياس تاع السكر بعد الماكله في معظم الاحيان تحت جرام 80 وزوج جرامات، والمخزن تاع السكر يعني البياع يعني اللي نديروه كل 3 شهور هذاك لازم يكون تحت 7%. هادو هما واش لازم يكونوا كاع. هذه معطينا نظره عامه على واش لازم يكون عند المراه اللي كان عندها السكر من قبل وطاحت بالحمل، ولا عند المراه اللي ما كانش عندها السكر من قبل وجاها السكر تاع الحمل برك، يعني في مده الحمل برك كيفاش لازم. نعاود نذكر باللي الانسولين ما تضرش المراه وما تضرش الجنين. الانسولين ما هي الا هرمون طبيعي تديه كما هو كما الناس، كما هو كما كل الهرمونات الاخرين طبيعي، يعني ما يضرش حاجه ما كاش في الجسم تاعها نعاونوها بها من برا، هذا ما كان. الان كاين بعض النساء يقول لك انا عندي السكر دوكا ومانيش مليحه وواحد ما حيتزوج بيا ونقدر فيها مشاكل يكون الحمل. انا نقدر نعطيك خلاصه واحده، هو انه كل شيء بالمكتوب. والحاجه الثانيه وهي المهمه هو كل واحد وين خاضيها. ما تقولش بلي خلات الدنيا عليا انا راني بالسكر ولا ما تعرفش كاع مكتوبك وين يكون. يقدر بالك تكون هذه سبب باش يكون عندك زوج مليح، يقدر يكون بزاف الاسباب. يعني لا تقنطوا من روح الله. على بالي بلي ما كاين حتى واحد فينا ما راهو عنده السكر، يعني احنا الناس اللي ضايعين بيك اللي نبقاو زعما ندير لك نصائح ولا نقول لك اصبر ولا، احنا مستحيل راح نكونوا حاسين بيك 100%، هذه متفق عليها. نقدر نقول لك حاجه باللي كيما انت راك عندك ابتلاء في حاجه، كيما انت راه عندك ابتلاء في حاجه، كيما الناس يقدروا تكون عندهم ابتلاء في 70 حاجه واحده اخرى. والله ولي التوفيق، ونتلاقاو ان شاء الله غدوه. بالك راح نكون ضيف عند طبيبه نساء، راح نحكوا فيه على واحد الموضوع مهم، هو لي بيرتورباتور اندوكرينيان، يعني بعض المواد اللي يخلطوا في الهرمونات تاعنا بالنسبه للي عايشين بهم في اليامات نورمال. ونعطيكم برك ملاحظه صغيره حول الاسئله. لما تطرح سؤال اطرح سؤال مباشره وطرح سؤال كامل، يعني اطرح ديريكت القضيه تاعك واش فيها.
نقدر نتاخر شويه في الاجابه، الا تاخرت يوم ولا يومين سمحوا لي، لانه الاسئله راهم بزاف. ان شاء الله نبذل ما في وسعي باش نجاوب على كل الاسئله بالقدر المناسب. مش كاينه حاجه ثانيه، الا جاوبتك جواب اللي ما يكونش مباشر ديريكت، وقلت لك باللي تنجم، ولا قلت لك لا زيد سقسي طبيب معالج تاعك، كاين بعض الاشياء اللي ما نقدرش نقولهم لك انا من البعيد، اللي ما نقدر، لان اللي كون نمد لك زعما نصيحه من البعيد في حاجه اللي ما عنديش كاع المعطيات تاعها، اللي انا مانيش طبيب معالج تاعك، نقدر نتدخل في العلاج تاع الطبيب معالج تاعك تولي تم النتيجه عكسيه مش نتيجه مليحه. الحاجه الثانيه، كاين وين لازم لي بزاف معطيات اللي لازم نكون انا طبيب معالج تاعك باش نقدر نعاونك فيهم. الان نقول لكم نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، وترقبوا الفيديو غدوه ان شاء الله راح نكون ضيف كما قلت لكم عند طبيبه النساء، وربي يوفق ان شاء الله. السلام عليكم.